في خطوة جديدة في عالم البنوك بمصر، شركة مصر للابتكار الرقمي MDI أعلنت إن البنك المركزي وافق رسمياً على تحويلها لوان بنك، واللي هيكون أول بنك رقمي متكامل في مصر. يعني كل خدماته هتبقى حصرياً من خلال الإنترنت والتطبيقات الرقمية من غير فروع ولا توابير. بس هو يعني إيه بنك رقمي أصلاً؟ البنك الرقمي ببساطة هو بنك بيقدم كل خدمات البنوك العادية لكن عن طريق التكنولوجيا الحديثة. يعني تقدر تفتح حساب جاري أو توفر أو تحط فلوس في أوعية ادخارية طويلة أو قصيرة الأجل، تاخد قروض شخصية، كمان تعمل تحويلات، تدفع فواتيرك وتدير حساباتك بالكامل من على موبايلك. غير كده البنوك الرقمية كمان بتدخل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع والقطاعات الإنتاجية. الميزة الكبيرة إن التعامل مع البنوك دي سهل وسريع، مفيش فروع، مفيش زحمة، وتكاليف التشغيل كمان أقل، وبيقدم لك خدمات جديدة زي إشعارات فورية بالمصاريف ودعم 24 ساعة من داخل التطبيق، مدفوعات مجانية في السفر، تقارير وتوقعات للإنفاق، وحتى شركات مع تطبيقات وخدمات مالية وتأمين على الحياة. يعني باختصار احنا داخلين على مرحلة البنوك الذكية اللي بتخليك تدير فلوسك كلها من موبايلك، وده هيغير شكل التعاملات البنكية جوه مصر.